اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. ما زلنا مستمرين معاكم في حصاد اليوم، ويعني الحديث بقى في فقرتنا دي هيكون عن كره القدم، كل ما يخص كره القدم سواء محليه ولا او عالميا. اكيد هنتكلم او هنختم بيورو 24. منورنا النهارده الاستاذ عادل عطيه الناقد الرياضي بجريده الاخبار. اهلا بيك يا فندم، منورنا. اهلا استاذ نوح، الله يخليك. اهلا انا سعيد بيك. بوجودي مع حضرتك والله. والله انا اللي سعيده، وانا سنين ما شفتش حضرتك، فانا سعيده بوجودك معانا وانا النهارده. والله اسعد والله، ربنا يخليك. شكرا ليك. طبعا مواضيع كتير عايزين نتكلم فيها الحقيقه، يعني سواء محليا او عالميا طبعا. لكن خليني كده ابدا بدوره الترقي. كان النهارده كان في مباراه مهمه جدا ما بين الحرس ونادي سبورتنج، والحقيقه كانت مباراه مثيره. يعني الحقيقه اللي اتفرج عليها الحقيقه كانت فعلا مباراه مثيره. شايف اللقاء ازاي وانه الحرس قدر انه في اخر، خلينا نقول في الدقيقه الخامسه بعد الوقت بدل ضايع جاب الهدف الثاني، ولكن اعتقد حتى في حاله التعادل كان برضه كان هيتاهل للدوري الممتاز. لا طبعا ماتش كان فيه حماس اكتر، فيه رغبه اكتر، فيه طموح اكتر من فرقتين. سبورتنج زي ما قلنا عاوز يطلع من تحت لفوق مره واحده، جات له فرصه ذهبيه طبعا، اللي هو لو كسب هيدخل الدوري الممتاز، هيعدي مطبات كتير قوي في سكته. الحرس ماشي بشكل كويس قوي من الاول، حتى من ساعه الدوره ماشي بخطه ثابته، ماشي بيكسب 10 نقاط. عنده فرصتين، كان التعادل او المكسب. حتى الجون اللي جابه في الدقيقه في الوقت اللي بقى الضايع ده بقى اكد صعوده. لكن الماتش كان فيه حاجات كتير قوي في الاول. يعني مثلا الاول كان بدا المباراه السام الجمهوري بدون الفريق الحرس حدود. صحيح. دي سقطه كبيره جدا. ثم بعد المباراه والفرحه الكبيره من الفرقتين حصل الشبكات اللي حصلت بالظبط. برضو ده شكل مش حضاري بشكل كبير جدا. لكن في الاول والاخر مبروك الحرس، قدر يعمل يعني يحقق طموحاته اللي هو يكسب ويوصل الدوري الممتاز. وبرضو مش بعيد هو على الدوري الممتاز، هو برضو نزل قبل كده وطلع. يعني يعتبر من ضمن فرق حرس الحدود، وليها برضو تاريخ في الدوري. يعني واخد كاس مصر حرس حدود، لا فريق وبرضه فريق متكامل الى حد ما. فميكي عمل مع الفريق جهد كبير جدا، فكر، وقدر ان هو يحقق طموحاته هو وطموحات لاعبين ومجلس اداره. فمبروك للحرس اللي هو فعلا كان شكل جميل جدا. والمباراه زي ما حضرتك ذكرتي كان في حماس، في تحسه مختلف عن مفيش ماتش، مش نمطي، مش لغايه اخر لحظه في منافسه. لان كان السبورتنج حط جون كان هيقلب الطاوله. صحيح. وهو اللي يخش بدل حرس حدود. لكن مشت الامور زي ماشيه من الاول بحرس متفوق، كمل تفوقه، فهنيئا بالدوري الممتاز. لا وبعدين كمان كنا حتى بنتكلم قبل الهوا انه لا يصح الا الصحيح، لانه فكره كانت الناس معترضه الى حد ما انه ازاي تطلع من الدرجه الثانيه ما تعديش على المحترفين وتروح طالع على الممتاز. فحرس الحدود كان هو الثالث، عشان كده دخل دوره الترقي وقدر كمان هو يصعد للممتاز. طبعا دي كان دي يعني تأليفة من تأليف اتحاد الكورة أو الناس المنظمين، اللي هو يعمل دورة دوري المفروض دوري ممتاز أو دوري محترفين. لما ما ينفعش دوري الدرجة الثانية يتقال عليه دوري المحترفين، وبعد كده درجة ثالثة، ويطلع من الثالثة يوصل على الدوري الممتاز. صحيح. فإذا دي كانت لخبطة، وهي موسم مش هتعمل تاني، لأن هي كانت مش هتتكرر تاني خالص، لأن هي أصلا مش منطقية. صحيح. يعني مش لوجيك ابدا يحصل كده واحد ينط من تحت لفوق يعدي كل اللي فات ده. لا، ما دي غلط. لكن حصل من ضمن افتكاسات اتحاد الكوره اللي بنشوفها. صحيح. والله ومستمره. بس خلص الدوشه، خلصت وخلاص. صعد غزل المحله وحرس الحدود وبتروجيت في الاول اول واحد صعد. فنتمنى بقى بس يخش الدوري الممتاز بقى. لازم يستعدوا بشكل جيد طبعا. احنا عايزين بقى نتكلم، احنا ندخل بقى الدوري الممتاز وندخل طبعا على الموقف اللي حصل من الزمالك. بما حضرتك ذكرت الدوري، فهنتكلم عن الدوري بشكل عام. احنا دلوقتي يعني امبارح اعلنت الرابطه انه خلاص الدوري المفروض هيخلص يوم 18 اغسطس، ده اعلانهم على صفحتهم الرسميه على الفيسبوك، قالوا كده امبارح الحقيقه بالليل. هنعمل ايه الموسم الجاي؟ خلاص الموسم ان شاء الله يا رب ما يحصلش برده فيه اي تاخير ونخلص 18 اغسطس. طيب هل الموسم الجاي هيبقى مختلف؟ هل هنعمل النظام البلجيكي ولا هنعمل ايه؟ والله اولا لازم الاتحاد الكرة يكون اتحاد الكرة قوي. اتحاد الكرة فيه عناصر فاهمة مميزة، عندها فكر بشكل علمي، بشكل ممنهج مبرمج. ما يبقاش عشوائية.
ارتجاليه. يعني اللي حصل في ماتش الاهلي والزمالك اول امبارح بتاع يوم الثلاث اللي المفروض ده هيلعب مش هيلعب، مشهد مغزي، مشهد عبثي، مشهد مؤسف. اولا الاهلي والزمالك ده قطبيه كره مصريه، يعني حتى لو في اخطاء، هو في اخطاء طبعا الموسم، طبعا سمك لبن تمرندي طبعا، ده بيلعب مرتين ورا بعض، ده بعيد، ده الموسم ملخبط بشكل كبير جدا. مفيش موسم الحكام واخطاء الحكام الغير عاديه اللي بتاثر فعلا على نتائج المباراه. عندهم حق، يعني الزمالك كان عنده حق في حاجات معينه، بس مش الزمالك بس اللي اتضرر، فرق كتير قوي اتضرت. الاهلي مضرور، الداخليه مضرور، المقاولين مضرور، كله مضرور على فكره. لكن الموقف اللي خده الزمالك كان يسجل موقف، لكن كون انا ما العبش دي شكلها وحش. لازم انا اعلي مصلحه مصر، ان ده الديربي ده ديربي دلوقتي مش في مصر، ده الوطن العربي وافريقيا، يعني العالم كله بيتفرج عليه. تمام. فاذا انا اتحطيت في موقف هلعب الاهلي، وفي انا سجلت اعتراضاتي وقلت انا 1 2 3 4 معترض على كذا، والناس الى حد ما تفهموا، بس مش هتحل في يوم وليله، لان هي الدنيا كلها بايظه. فكان لازم انا اسجل موقف والعب الماتش عشان الشكل العام، لكن كان شكل وحش جدا. الماتش كان عابث بشكل كبير. روح المعسكر، الاتوبيس هيروح فوق المعسكر يرجع تاني، لا شكل مش حلو جدا. وكمان يعني واجتماع مع الوزير واجتماع مع بطلبوا من مسؤولين الزمالك انه يا جماعه قولوا لنا، يعني ما ينفعش ان احنا الاهلي ينزل والجمهور يروح الملعب طبعا. وفي الاخر الفريق ما يجيش. المنظر ده خلاص المفروض، ده المواقف دي يعني عاف عليها الزمن خلاص. احنا دلوقتي في 2024 الناس بتتقدم مش بتتاخر، احنا بنرجع لورا للاسف، يعني بنتقدم للخلف. لكن طبعا انا معترض ومش مبسوط من اللي حصل من الزمالك، رغم ان هو عنده حق في حاجات، لكن كان لازم التوقيت مش مناسب. انا كان لازم اسكن موقفي، لكن زي ما حضرتك قلت بقى الموسم مشي بكل، والمواسم اللي فاتت كلها مش مظبوطه. ابدا نقطه من اول سطر، الموسم اللي جاي هيعمل ازاي؟ اولا هيبقى عندنا بعد الاولمبياد اتحاد كوره جديد. صحيح. نتمنى بقى يكون عناصر مميزه فاهمه واعيه عندها ثقافه، تجيب لجان تشتغل، مش لجان كرتونيه، لجان تشتغل، لجان فعاله يبقى لها بصمه، ليها تاثير. نشوف دوري منتظم منضبط محدد الملامح، يبدا امتى ويخلص امتى. التوقفات كلها معروفه، يعني في دوري ابطال افريقيا، في الكونفدراليه، في التوقيتات بتاعت المنتخب، اجنده الدوليه، كل ده كاس مصر، كل ده يتحدد ويتسكن. على فكره مش كيمياء. طب ما انجلترا وفرنسا واسبانيا بيلعبوا دوري ابطال اوروبا واليورو ليج ودوري المؤتمر والاجنده الدوليه، واليورو ليج شغال واليورو شغال. يعني خلاص، والمواسم الدنيا كلها خلصت والناس بتستعد للموسم الجديد. مثلا الدوري الانجليزي هيبدا 16/8، اتحدد النهارده 10/8 اللي كاس رابطه المحترفين، الدرع الخيريه بتاعت انجلترا من مان يونايتد ومان سيتي. والتواريخ حضرتك ذكرتها دي معروفه من قبل ما الدوري ينتهي الموسم اللي فات، او خلاص الموسم اللي انتهى ده. بالظبط. صحيح. فاذا احنا لازم، يعني مش هينفع دايما نبقى احنا متخلفين ورا كده. لازم اصلا الناس اللي تيجي اولا تشتغل للمصلحه العامه، المصلحه مش مصالح شخصيه للاسف. كله صحيح. بيشتغل للسفريات، للحديث الاعلاميه، اللي يطلع في الظهور التلفزيون، في الصحافه، كل ده اللي جاي اشتغل. عندي مهمه، انا المفروض متطوع زي ما بيقولوا، يعني يبقى لازم اركز في عملي. انا المنظومه كره اتحاد الكوره هو بيدير المنظومه كلها. مع احترامي لجنه الانديه المحترفه، دي تاني سنه. اول سنه السنوات كان الى حد ما كان ليهم بصمه وكان شكل احسن. السنه دي الدنيا خربت منهم خالص، باظت يعني. حضرتك مش شايف ان ليهم بصمه الموسم السنه دي؟ لا خالص، في كل اخطاء، كله اخطاء. ما في، انا ما ينفعش انا اتسهل في كل حاجه. ما ينفعش كل مره اجل الاهلي الزمالك. افتكرت حاجه دلوقتي احنا بنتكلم، يعني مثلا خلينا نقول انه الزمالك وفيوتشر اتقابلوا في الكونفدراليه، يعني فاكره كان في فرق اسبوع ما بين المباراه دي والمباراه دي. خلينا نقول مثلا يوم سبت، كان السبت ده والسبت ده، والاثنين كان عندهم لقاء في الدوري نقول يوم الثلاث، اتأجل لهم اللقاءات بتاعتهم رغم ان الاثنين بيلعبوا في مصر. بالزبط. يعني كان ممكن يلعبوا لقائهم عادي في الدوري، يتلعب ماتش في الفلوس لازم كده. يعني مثلا الاهلي وبيراميدز بيتنافسوا على الدوري دلوقتي، ما ينفعش لغايه دلوقتي الاهلي ما لعبش بيراميدز خالص، هيلعبوا ماتشين ورا بعض. طب ازاي يعني كده؟ الاهلي لعب فاركو من كام يوم، هيلعب فاركو تاني. الداخليه من كذا يوم هيلعب الداخليه بعد اسبوع ل 10 ايام تاني. فاذا لخبطه من بعض جدا ما حدش بيحصل كده ابدا. فلازم زي ما قلنا نقطه من اول السطر، لازم يبقى في ناس فاهمه واعيه زي ما قلت تاني. الناس اللي تيجي تبقى مسؤوله بشكل كبير.
نفسي الاقي حد يتحاسب بصراحه. يعني عندنا يعني في المجلس ده اتحاد الكوره ده اتغير أربعة مدير فنيين لمنتخب مصر. الأول كان كيروش ومشوه طبعا بشكل غريب جدا، اللي هو راجل كان فاهم وليه نظرة وراجل صارم وشخصيته كانت قوية، ما ينفعش معاه، مشوه. جه كابتن إيهاب جلال قعد أسبوعين مشي. جه كابتن فيتوريا خد لها في ال 200 مليون يورو ده، رقم كبير جدا ومحدش حاسب حد ومشي وما عملش حاجه. بل شكلنا كان فظيع جدا في كاس افريقيا اما نطلع من دور ال 16 ولا يعني كان شكلنا طبعا فظيع، ولا اداء ولا نتيجه ولا اي حاجه خالص. ثم جه كابتن حسام حسن ولسه نتمنى طبعا التوفيق، اللي هو جه طبعا بضغط من تكليف يعني مش صحيح. فاذا اتحاد الكوره ما فيش اي بصمه حتى على المنتخبات، ما فيش اي حاجه. يمكن الحسنه الوحيده وجود المنتخب في اولمبياد باريس 2024 عشان ميكائيلي راجل بيفهم، راجل اختياره كان موفق. بس لكن غير كده كل حاجه غلط. التحكيم حتى لجنه الحكام بالظبط لسه هقول لحضرتك مغيرين خبيرين اهو، خبيرين. واحد خد رقم كبير ما اعرفش 40,000 ايه ومشي، كان قاعد في اليونان، مش كان بره قاعده. بريرا الناس كلها بتشتكي منه. تلاقي حكم ما يحكمش سنه، يحكم حكم كان فار بينزل ساحه. اخطاء كبيره كتير جدا واخطاء مؤثره في الماتشات، مفيش محاسبه. لا بيستبعد حكام، ونلاقي الحكام اللي بيستبعدها دي بتتالق في كاس افريقيه. شفنا الحكام عندنا اللي في 6 ولا راحوا هناك كلهم عملوا اداء عالي جدا. فاذا يبقى انت المشكله عندنا احنا. فانا بجيب اولا بهدر ملعب زي مثلا كروشا مشي، زي فيتوريا ما خد فلوس مشي، ميكائيلا كلاتنبرج رئيس الحكام السابق اللي مشي خد فلوس ومشي ما عملش اي حاجه. دلوقتي بريرا نفس القصه. فاذا لا ما فيش اي حد يحاسب حد. يعني استاذ علي هي اداره في الاخر، يعني واحنا محتاجين اتحاد كوره يجي فاهم عنده اداره صارمه. خلينا نقول اي عمل ناجح كوره تجاره اي فيلد نفسه لو الاداره مش مظبوطه، مش اداره ناجحه ومنضبطه وواعيه وفاهمه بشكل علمي وعندها دراسه، هتفشل. صحيح. اذا احنا بقى عاملين نفشل من سنه لسنه طب السنه الجايه احنا بما ان احنا هنخلص 18/8 بالظبط، هنبدا اكيد بعدها بشهر. اللعيبه ما لحقتش حتى طبعا تاخد راحه سلبيه طبعا. طيب لو بدأنا هنلحق نخلص مثلا في شهر 5 زي بقيه الدوريات مثلا هنقدر، ولا هيبقى برضو موسم استثنائي زي ما بنقول بقى؟ لا احنا زهقنا من استثنائي بجد بقى، يعني احنا دلوقتي ما نعتبرش استثنائي خلاص. والله زهقنا من الاستثنائي بقى لنا كتير قوي استثنائي. لازم زي ما قلنا نقف وقفه ما هو لازم يبقى دور اول، لازم يتلعب حتى من دور واحد بالظبط. يعني زي ما قال في بعض الاقتراحات دوري من دور واحد. الاول 10 فرق اللي هم الاوائل يصفوا مع بعض، والسبعه يصفوا في الهبوط. يبقى فعلا وتبتدي في توقيت معين مثلا اول اخر 8 عشان على الاقل حتى يبقى في راحه حتى اسبوعين. تمام. وهم يخلص مثلا في شهر اخر 5 اول 6 بالكتير قوي عشان الناس كلها تعرف يبقى في استشفاء، الناس تعرف تريح. حتى دي كلها بتعمل استهلاك للاعب نفسه. انت عند حضرتك استحقاقات تانية في كاس العالم، تصفيات كاس العالم في شهر 3 ماتشات، في شهر 9 ماتشات السنه الجايه، وفي كاس افريقيه في المغرب. فاذا لازم اللعيبه تكون جاهزه. صحيح. لكن بالمنظر ده تتابع ماتشات كده ورا بعض مفيش راحه، الاصابات كتيره، الناس مش فايقه، الناس بقى كله تراكم. حتى المدير الفني بتاع اي فريق مش عارف يعمل اعداد فتره مناسبه قويه الناس تقدر تهدم التكتيك بتاعه. صحيح. لا دي فعلا عندنا مطبات وعورات كبيره جدا. نتمنى الموسم القادم مع الاتحاد الكره الجديد يبقى فيه زي ما حضرتك ذكرتي، يبقى فيه موسم منضبط منتظم، التوقيتات معروفه، التسكينات معروف. الاهلي يلعب في كاس العالم للانديه، معروف الاهلي يلعب في دوري ابطال افريقيا، في كونفدراليه. كل ده معروف على فكره. يعني يمكن ساعات بنسمع راي انه احنا مش عارفين نبقى ملتزمين بالمواعيد لانه الاتحاد الافريقي ساعات بيغير المواعيد. بالظبط. على فكره لو غير ولا دي شماعه؟ طبعا شماعه. اصل هتف في اسبوع اسبوعين
لكن مش الناس تخلص شهر 5 في واحنا 5 في 8 لسه. واحنا في اخر 8. صحيح يعني 3 شهور. يعني الناس لعبت كل الدوريات خلصت واحنا لسه بنلعب. الناس خلاص يعني صلاح دلوقتي في فتره الاعداد هيبدا مع ليفربول. ولسه الموسم عندنا في مصر ما خلصش. صحيح. فدي كلها دي كلها شماعات. الناس مش مؤهله، الناس مش قادره، ما عندهاش القدره والفكر اللي هي تدير المسابقه دي. مسابقه الدوري ما خلص، الكاس ما خلص، كاس الرابطه لسه محددين امبارح في 14/7 ولا 24/7. كله مترحل، كله مترحل. يعني ما فيش حاجه، ما فيش كده ابدا. عايز ارجع معاك تاني للزمالك الحقيقه. يعني رابطه الانديه كانت اعلنت جدول المباريات لغايه الجوله ال 30 أيوة. في يوم 23 فبراير، من ضمنها كمان يعني متضمن كان المؤجلات. ايوه. والزمالك لعب 5 مباريات من الدور الثاني. أيوة. تمام. اعتراضه دلوقتي والوضع هيبقى ايه كمان في اللي جاي؟ يعني هو هل هيلعب اللي جاي عادي ولا برضه هيستنى الدور الاول يخلص؟ والرابطه بتقول احنا ما ينفعش ان انت تستنى لما نخلص مباريات الدور الاول. فالوضع هيبقى عامل ازاي في حاله لو الزمالك فضل على رايه مثلا لا انا مش لاعب لغايه مباريات الدور الاول ما تخلص؟ ما هيفضل يتخصم منه نقط، هيتخصم منه نقط، مش هيلعب ماتش سيراميكا هيتخصم منه 3 نقط. طب مين المضرور في كده؟ يعني الزمالك بس هو المضرور ولا الدوري؟ لا الدوري طبعا، الدوري ما ينفعش. احنا كده ده كده مشهد عبثي جدا. يعني كده انا هواه مش محترفين. احنا برضو في عندنا مشكله يا استاذ نهى، احنا لا نجيد اداره الازمه. دي حاجه. الحاجه الثانيه احنا مقعد الرئيس الرابطه ورئيس اتحاد الكوره والوزير ورئيس نادي الزمالك. الحوار ما تلاقوش، ما فيش حلول. يعني انت كل واحد عرض مشكلته. تمام. والحلول ايه؟ ما فيش حد طلع بحل. كله زي ما هو وخرج والماتش ما اتلعبش. مين اللي اتضر؟ على فكره اللي اتضر الناس الزمالك. مضرور اولا. كان لاعب الماتش. اللعيبه كانت ايه المشكله؟ ايه يعني ايه مشكله؟ الاهلي كسب ولا الزمالك كسب؟ لكن الكره المصريه ماشيه بشكل مظبوط. ما ينفعش قدام العالم كله ماتش بحجم الاهلي والزمالك ديربي ما يتلعبش عشان الحجج دي. هو على فكره زي ما قلنا هو مسجل موقفه وعنده حق في حاجات. التحكيم فيه مشاكل كبيره. تمام. التوقيتات، الماتشات متراكمه وفي تاجيلات كتير قوي. ماشي، ما انت لعبت. انت لعبت 5 ماتشات من الدور الثاني اوريدي. طب انت ليه ولا هو ماتش المصري اللي فجر الموضوع؟ هو الماتش المصري. وفي راي كان سمعته انه حد قال انه كان لازم الزمالك يعمل ده قصاد نادي كبير. يعني لو كان عمل ده قصاد اي فريق من فرق الدوري الممتاز كان ممكن صوته ما يتسمعش، لكن عمل ده في لقاء القمه زي ما تقول ايه عشان يعني يرمي القنبله بالظبط كده. يرمي الطاوله. هل الكلام ده فعلا ممكن يكون مظبوط؟ طبعا. ما هو الكلام ياكد الكلام ده لو لعب الماتش الجاي قدام سيراميكا يوم السبت. وانا اعتقد هيلعب. تمام. فدي كلها بكده هو عمل اللي عليه خلاص. بالونه على الفاضي. فانا قاعد بالونه على الفاضي. لا انت بقى طبعا انا بقول مش هلعب يبقى ما العبش. لكن انا مش هينفع عشان انا اقول قرارات واتشبث بيها للدرجه دي كلها واكمل لعب. طب انا بكمل بنفس نظام الرابطه ونفس نظام الجدول اللي هيكمل لغايه اخر الموسم لغايه 16 او 18/8. يبقى انا ليه؟ يبقى انا عملت ايه؟ يبقى انا بس هيتقال اللي ما رضيش العب الاهلي زي ما حضرتك ذكرتي قدام نادي كبير اسم كبير عشان صوتي يسمع. بس الزمالك اسم كبير. يعني الزمالك طلع كبيره اكيد لما يتكلم صوته هيسمع. صحيح. فمش موضوع ما لعبش الماتش هيبقى يسمع اكتر. هم كده بياخد منهم مش بيديهم على فكره. يعني انا ما امشيش ورا السوشيال ميديا لان هم كان في الوقت كان يوم الاثنين في الظهر اعتقد اللي كان فيه قرار اللي الزمالك راح المعسكر وهيلعبوا. اما الناس سمعت في السوشيال ميديا حصل كلام. الاداره اللي تسمع السوشيال ميديا ما ينفعش طبعا. وللاسف ان السوشيال ميديا واضح ان صوتها بقى قوي جدا على ناس كتير. ده بقى دي غلط في الناس المسؤولين اللي هم مجلس اداره الزمالك. ما ينفعش انا انصاغ لاصوات مش هم اللي هيديروا النادي. انا لازم اكون عارف مصلحتي. انا قعدت مع الاطراف المعنيه اتحاد الكوره الرابطه الوزير نفسه قاعد معاهم. يبقى انا خدت اللي انا عاوزه وسجلت موقفي. لكن انا ما ينفعش ما العبش. انا شكل وحش. يعني فعلا الزمالك غلطان. مش محق. زي ما قلنا مش بدين الزمالك لكن بدين مجلس اداره الزمالك اللي هو فعلا انصاغ للسوشيال ميديا.
لكن لازم انا العب الماتش. انا لازم اسم مصر هو الناس كلها مستنيه الماتش ده، لازم العبه ايا كان النتيجه بقى. ما انت كسبت الماتش الدور الاولاني، ايه اللي حصل؟ بس برضو عايزه ارجع واسال حضرتك انه لجنه التحكيم عينت احمد الغندور ومحمود البنا في مباريات دوره الترقي، وطبعا بعد ما كان الزمالك اشتكى منهم واللجنه لم تحقق معاهم يعني الحقيقه بعد لقاء الزمالك والمصري. هل ده حاجه برضو مستفزه للنادي طبعا الزمالك؟ مستفزه طبعا. لا دي حاجه تغيظ جدا، حاجه فعلا يعني زي ما دي حاجه زي ما اللغه العاميه تفرس يعني. انا شايف اللي ده عمل اخطاء رهيبه جدا واخطاء مؤثره، والكره دخلت ما دخلتش والناس كلها شايفه اللي هي الى حد يعني اعتقد دخلت. فاذا عندك مشكله والناس كلها معترضه عليك، تقوم انا تاني يوم بعديها بيومين اعين ده في الحته دي وده في الحته دي. يعني ما فيش انتوا اكنكم ما بتتكلموش. لا لازم انا اشوف، لازم انا اراجع التحكيم، لازم الحكام دي غلطت فعلا. وكان الحكم تنشن قوي في الماتش، يعني الغندور كان تنشن قوي وعصبي ومش مسيطر وشخصيته كانت ضعيفه. تمام. ازاي انا برضه دي اخطاء. ما بقول لك حضرتك هو الزمالك عنده حق في حاجات فعلا، لكن ده برضه ما ينفعش ما نلعبش الماتش. لكن هو عنده حق التحكيم. لا التحكيم فيه علامه استفهام كبيره جدا كتيره طبعا جدا. طيب الجماز برضه تصرفاته مع الحكم الرابع في المباراه بتاعه المصري، برضه لجنه المسابقات ما عملتش اي عقوبات على الجماز، برضه دي علامه استفهام برضه ثانيه. كلام وتهديد، انا هعمل هوقف هعمل، لا ما ينفعش. ما كل واحد لازم يكون في انضباط. ما هو بص حضرتك الدنيا كلها سايبه، ما فيش حد فيش رابط لاي حاجه. زي ما شفنا في الماتش النهارده بتاع الترقي الحرس حدود وسبورتنج، السلام الجمهوري بيتعمل من غير فريق واحد اللي واقف. طب ما استنى، طب ازاي يحصل كده؟ فاذا الدنيا سايبه. فاذا كل حاجه لو بصيتها هتلاقيها سلبيه، سلبيات كتيره جدا طاغيه على الايجابيات، لا يتعدى على الصوابع يعني. في الزمالك يعني برضو حضرتك قول لي، لانه في واضح انه في مشكله في غرفه الملابس الحقيقه، يعني حصل مشاده ما بين زيزو وناصر ماهر، فناصر ماهر بالتالي ما لعبش لقاء المصري. شفنا كمان بقى في اللقاء المصري عواد وحسام عبد المجيد اتخانقوا مع بعض. في حاجه بتحصل. ما ده بقى ده مدير فني، ده شخصيه مدير فني والمدير الاداري بتاع الفريق. تمام. لازم يكون في وقفه منهم، لازم يكون في قرارات حازمه وصارمه. لازم يكون اوضه اللبس دي يكون في حب، ده اسره واحده واللعيبه ومصلحه واحده، تفاهم. انا كله بلعب عشان اكسب اسم الزمالك. فما فيش بقى انا لعبت وارد انا اخطا في الماتش، بس يكون التعامل بس ما ينفعش عواد يتعامل مع حسام عبد المجيد بالطريقه دي وقدام الناس والكاميرات كلها شايفه. ما ينفعش، لازم يكون في وقفه معاه. زي ما حضرتك ذكرت زيزو مع ناصر ماهر، دي كلها لو فضل الماتش الامور على كده لا هتخش بقى في، لان ده هينعكس على اداء اللعيبه في الملعب. يبقى مش في تعاون، هيبقى كل واحد مع نفسه. هتلاقي لعب فردي، مفيش لعب جماعي. تمام. دي مشكله المدير الفني وشخصيته وقدرته ان هو يلم، هو المدير الاداري غرفه الملابس، لان مهمه جدا. ده المطبخ اللي جوه، لازم المطبخ يكون سليم عشان الاكل يطلع طعمه حلو يعني. اكيد. عايزه اتكلم بقى عن المنتخب الاولمبي. يعني الحقيقه الفتره الجايه ان شاء الله لازم كلنا كده نبقى مساندينه داخل على الدوره الاولمبيه في باريس. ويمكن النهارده كنا بنقول خبر عن اتحاد الكره اجتمع مع ميكالي او هيجتمع معاه الاسبوع القادم لحسم برنامج المنتخب، وهيناقش الحقيقه معاه مصير اللاعبين السته اللي رشحهم، ان هو عايز 3 من 6 رشحهم طبعا ان هو ينضموا لمنتخب مصر. خلينا نقول محمد صلاح، مصطفى محمد عبد المنعم، امام عاشور، زيزو وتريزيجيه. طبعا تريزيجيه نادي رفض. صلاح ما اعرفش بقى هل رفض لسه صح، ان هم رايحين امريكا يستعدوا للموسم الجديد. هيوافقوا ويلعب ولا لسه مش عارفين بالظبط. مصطفى محمد عنده اصابه باخر ماتش مع المنتخب، هل هيلحق ولا لا؟ دي لسه. يعني احنا كده بنتكلم في مين؟ في عبد المنعم وعاشور وزيزو. تمام. لازم يحددوا موقفهم. هل اتحاد الكوره والانديه، الانديه ممكن يقولوا لحضرتك في الفتره اللي جايه انا محتاج اللعيبه بتاعتي. يعني زيزو من اللعيبه المؤثره في نادي الزمالك، صحيح. امام عاشور نفس القصه، هو عبد المنعم من اللعيبه المؤثره في النادي الاهلي، والاهلي عنده ماتشات مضغوطه وعاوز يكسب ماتشات عشان ما يضيعش اي بونت منه، عشان في صراع رهيب مع بيراميدز. هل هيحصل موافقه ومن الاتحاد والنادي الاهلي او نادي الزمالك ان هم يسيبوا اللعيبه بتاعتهم في الفتره القادمه؟ تمام. ولا لا؟ دي كلها كانت لازم تتناقش من بدري.
لازم تحط، لان هو النادي يقول لك ده مش اجنده دوليه الاولمبياد، فمش من حق اللعيبه ادي اللعيبه للمنتخب، بس في ناحيه ثانيه ده اسم مصر. فهل اتحاد الكوره عنده القدره والقوه انه يقنع الانديه دي يعمل دي مشكله كبيره جدا، ده خصوصا الاهلي، يعني الاهلي لما ياخد وبعد كده كمان لازم ميكالي كان لازم يضم الناس دي في ماتشات وديه عشان يتاقلموا مع اللعيبه. صحيح. يعني برضو هم التيم محمود صابر وشحاته واسامه فيصل وابراهيم عادل وحمزه، كل ده بيلعبوا مع بعض. لكن ما تدخل بقى عبد المنعم معاهم، امام عاشور معاهم، زيزو معاهم، كل واحد ليه ستايل وليه تكتيك معين وطريقه لعب معينه. لازم كان يخش معاهم ويتدربوا مع بعض مره واثنين وثلاثه ويلعبوا ماتشات وديه عشان يحصل هارموني والتجانس منهم. ده ما حصلش. دي برضه مشكله. بعد كده احنا اول ماتش عندنا يوم 24/7. صحيح. فاذا الماتش 24/7 يعني ورا بعض 3 ماتشات ورا بعض. عندنا دومينيك يوم 24 وبعد كده اوزبكستان وبعد كده اخر حاجه اسبانيا. ماتشات قويه جدا. فاذا احنا رايحين عشان تمثيل مشرف برضه ولا عشان نبقى لنا دور وبصمه ونتاهل للادوار الثانيه؟ لا ده احنا كلنا امل ان ميكالي ده جاب قبل كده ميداليه اولمبيه مع البرازيل. مع البرازيل بالظبط، فاحنا كلنا امل يعني ان يعمل حاجه مع مصر يعني. المفروض والله اسم مصر كبير، بس احنا القائمين على المنظومه الرياضيه هي اللي عملت كده والله. صحيح. يعني احنا شفنا المنتخب في كاس افريقيا لما لعبوا المغرب. شوف كان قد ايه المنتخب عامل ماتشات رهيبه. حمزه علي اخد احسن جول في الدوره، محمود صابر الجول اللي جابه في المغرب، لعيبه قويه جدا وكان المنظر حلو قوي. فليه انا ما كنتش اكمل وادي الفرصه لميكائيلي وادي له دفعه وماتشات زي ما هو عاوز واضم له اللي هم الثلاثه اللي عاوزهم من بدري، يقدر يبقى فيه تجانس معاهم. ليه ده كله ما حصلش؟ ليه احنا هنستنى لغايه اخر وقت؟ لان القايمه تتبع تقريبا 3/7 يبعتوا القايمه بتاعت الاولمبياد. فاذا خلاص احنا مفيش فاضل ايام بالظبط، فلازم يبقى في اتفاق ويوصلوا للحل. عشان كده هل تفتكر ممكن النادي الاهلي يرفض، خلينا اقول الاهلي مش الزمالك، لان الزمالك عنده زيزو وما عندوش ارتباطات مثلا، الاهلي دايما هو اللي دايما عنده ارتباطات، هو اللي عنده تجهيزاته يعني بطولاته اللي بيشترك فيها اكتر. هل ممكن الاهلي يرفض حاجه زي كده ان هو يخلي امام عاشور ومحمد عبد المنعم يكونوا مع المنتخب الاولمبي؟ المفروض ما يرفضش، بس دور مستر كولر بقى بيعتمد على قد ايه على عبد المنعم في الدفاع وعليه امام عاشور في خط الوسط. وهو دلوقتي بقى الاثنين هم من العناصر الاساسيه بالفريق. لما نشيل الاثنين دول اكيد هيأثروا في الفريق. بس المفروض لو في اتفاق من الاول كان يجهز البدايل، لان السكواد بتاع الاهلي كبير برضه، يعني اي حد بيلعب في الاهلي المفروض ال 30 لعيب ولا 25 لعيب الموجودين يبقى كله على مستوى واحد او قريبين جدا من بعض. تمام. فلازم يكون كان لازم يكون اتفاقات. احنا دايما متاخرين. احنا دايما زي ما مش فاعل، دايما رد فعل. لو مشكله حصلت نبتدي نفكر ازاي. طب ليه اصلا ما فكرتش من الاول عشان المشكله ما تحصلش؟ فاحنا دلوقتي في حزبيس يعني بصراحه. صحيح. خليني برضو قبل ما اسيب الشأن المحلي زي ما بنقول كده، الاهلي تم اتفاقه مع الدحيل القطري بشأن يوسف ايمن مدافع الدحيل، بيحمل جنسيتين القطريه والمصريه، وهيتم قيده كلاعب محلي في حال اتمام الصفقه. يعني بيقال انه تم يعني اتمام الصفقه. هو مدافع طبعا اضافه كويسه. طبعا الاهلي برضو محتاج، لان الاهلي من ساعه ما معلول اتصاب تحس ان في برضو في دروب كبير جدا. يعني معلول فعلا كان قوه رهيبه جدا سواء دفاعيه او هجوميه. تمام. فكان عامل دروب كبير. مستر كولر ما جهزش برضه بديل. عنده الدبيس برضه مش مديله الثقه. تمام. فاذا لما يجي مدافع بالاسم ده، طبعا اسم كبير، هيعمل اضافه زي ما حصل مع بالعبيد. بس بالعبيد راح بلجيكا خلاص. كان في صفقه بس راحت بلجيكا. وعطيه الله المغربي ما فيش برضه توافق عليه من كل المنظومه الاهلي في سواء لجنه التخطيط او مستر كولر لسه مفيش اتفاق عليه. فلو اتفق مع اللعيب الدحيل ده حاجه كويسه. اضافه طبعا، اضافه. اي لعيب بيلعب في النادي وبمستوى عالي يبقى في اضافه طبعا. اكيد. طيب الاتحاد الافريقي لكره القدم قرر انطلاق نهائي كاس الامم الافريقيه في المغرب يوم 21 ديسمبر 2025 وحتى يوم 18 يناير 2026. تعليق حضرتك؟ تعليق عليا التعليق اللي هو طبعا الاتحاد الافريقي ده برضه بيحط توقيتات غريبه جدا. التوقيت ده اللعيبه كلها المحترفين عندنا فيه مشكله. يعني مثلا صلاح بقيمته وحجمه
واسمه الكبير ومهارته، هيبقى في مشكله مع ليفربول، لان الوقت ده هم عندهم في عز سخونه الدوري. تمام. 12 واحد، يعني الدوري دخل بقى والاثاره بدات وكل واحد عارف الدنيا فيها ايه. فعشان يسيب صلاح دي هتبقى مشكله. تريزيجيه برضو نفس القصه، مصطفى محمد، ما احنا عندنا مش كتير بس هم مؤثرين. تمام. يعني صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه، مرموش، في بعض اللعيبه مش كم كبير لكن مؤثرين. يعني صلاح مؤثر مع منتخب مصر، مرموش مؤثر، تريزيجيه مؤثر. فدي برضو توقيتاته غريبه جدا، هتعمل مشكله. يعني ممكن ليفربول يعني يحجر دماغه، سلوت الجديد، المدير الفني الجديد الهولندي، ممكن ما يوافقش، ما يسيبش صلاح اللي محتاجه. فدي كلها بتعرقل الامور. دايما الاتحاد الافريقي برضو بيعمل مشاكل. صحيح صحيح. طيب خليني برضو اتكلم مع حضرتك على عوده بطوله الكاس الافرو اسيويه. يعني الاهلي بطل افريقيا هيلاعب العين بطل اسيا. المفروض برضو البطوله هتكون في يناير 2025. انا مش عارفه يعني لا قبل الكاس الامم الافريقيه بسنه. والفائز هيحصل على 3 مليون دولار. شايف برضو البطوله دي يعني ازاي؟ هي بطوله كويسه طبعا. يعني كويس يبقى فيه العلاقات، بتقوي العلاقات وبنفس المنافسه وبنفس الناحيه الماديه. لكن دي كلها لازم تبقى برضو محطوطه في الاجنده، عشان ما نقولش مثلا دي بطوله كانت موجوده ورجعت تاني. يبقى انا عارف ده هتلاقي في الوقت ده، ما تبقاش على حساب الدوري المصري او المسابقات المحليه. دي كلها حاجه كويسه طبعا. كل ما نزود المسابقات والفرق والاحتكاكات دي طبعا مفيده للاعيبه، سواء الاهلي او العين الاماراتي او الكره المصريه او الاماراتيه. دي حاجه كويسه جدا. لكن لازم يراعى في الحسبان الناس اللي هتكون موجوده في الوقت ده، اللي هي تراعي الحسبان الحاجات دي تكون موجوده في التوقيتات، ما تاثرش على اي نشاط تاني. تمام. نروح بقى لأزمة حسين الشحات والشيبي اللي ما بتخلصش دي، لأنه طبعا الشيبي خد حكم على حسين الشحات بالحبس مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100,000 جنيه. فاتحاد الكرة عامل غرامة على الشيبي، توقف 6 مباريات و100,000 جنيه برضو غرامة. شايف الأمور إزاي؟ وخلاص هل بقى الرياضة هتروح على المحاكم المدنية عادي، ولا إيه اللي هيحصل في المستقبل بالمنظر ده؟ حاجة مؤسفة صح. المنظر نفسه من الأول مش حلو. صحيح. يعني مش اخلاقيات، دي مش رياضه. الرياضه روح رياضيه، مفيش حد بيتعدى على حد بالايد، واحنا مش عادي، احنا مش في غابه يعني. صحيح. لا، فحتى لو انا بتعصب حد استفزني، انا لعيب كبير، اسم كبير ومنتخب مصر ولعيب دولي. وشي برضه لعيب برضه في منتخب المغرب، لكن اللي غلطان حسين الشحات. الشكل كان وحش جدا، لكن هم حصل تصافي في نفس الوقت، في نفس اليوم، وتصوروا كل حاجه وحصل ايه اللي حصل مش عارف. لكن لازم كان لازم الموضوع يخش من ناحيه المحكمه الرياضيه، ما نخش محكمه بقى غير رياضيه، عشان دي يبقى فيها حكم عادل بين الاثنين. لكن هنخش بقى في حبس، احنا خرجنا في اطار تاني. لو كل واحد خرج في الاطار التاني ده هتبقى الدنيا بايظه خالص. مفيش يعني سيطره على اي حاجه. ولازم الناس تبقى عندها هدوء وسكينه. احنا بنشوف الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، اليورو شغال دلوقتي، مفيش حد بيعمل كده ابدا. ده الناس في المباراه بيتنافسوا صراع مرير ومثير جدا، ويخبطوا خبط ومش ممكن. لكن وانس الماتش خلص، الحكم صفر، ده بيحيي جمهور، واصحابه يسقفوا ويخرجوا مع بعض وخلاص وانتهى الموضوع. هو ده، ما هي رياضه كده. صحيح. لكن احنا مفهومنا غلط، في برضه شد وكذب واثاره واستفزاز وخروج عن النص. ده من الاسباب دي كلها ثقافات برضه. الثقافات عندنا برضه، ما هو مع ان ده لعيب في النادي الاهلي المفروض يعني لازم يبقى مع المنظومه، مش ما يخرجش بره النص. ما هو لو اللاعب خايف من العقوبه مش هيعمل ده. بالظبط. ما هي دي بقى لازم تطبق. انا بقول لاي حد يغلط مهما كان، اهل زمان اي كان مين مسؤول، حتى خرج عن النص يحاسب، والحساب يعلن عشان يبقى رادع لاي حد يبقى فيه عنده انضباط وثقافه وتحضر في التعامل. ما ينفعش اللي بيحصل ده ابدا. اكيد. طيب خلينا بقى نختم مع اليورو 2024 وكاس الأوروبية. حاجه حلوه بقى كده، لانه اعتقد انه الجمهور العالم كله زي ما بيستنى كاس العالم هو بيشوف برضو اليورو، لانها نسخه مصغره
من صح. كاس العالم. صح والله. الحقيقه كله بيستمتع. طبعا. فخلينا الاول قبل ما نتكلم بشكل عام، النهارده كان التشيك وتركيا، او ما زال اعتقد المباراه شغاله. لسه شغاله. التشيك وتركيا لغايه دلوقتي تعادل بهدف لكل فريق. والمفاجاه بقى جورجيا والبرتغال، جورجيا متقدمه 2-0 على البرتغال. فجأة كبيرة جدا. على فكرة المنتخب الجورجي لا عمل ماتشات قوية جدا. رغم ان هو كان الرابع، لكن لا عامل ماتشات رائعة جدا، وعنده لعيبة عندها طموح وعندها إصرار وعندها عزيمة. فكون ان هم يلعبوا ويكسبوا البرتغال طبعا برناردو سيلفا، برونالدو، بالاسماء الرهيبه الموجوده في المنتخب البرتغالي اللي مرشح على فكره للبطوله، يكسب 2-0. ده حاجه، ده من مفاجات اليورو. لكن ده يدل لحضرتك ان الناس كلها عندها طموح، عندها اصرار، كل واحد بيبذل جهد، والمديرين الفنيين عنده تكتيك معين بيدرس الفريق بشكل مناسب، بشكل قوي، بيقدر يعرف يلاعب الكبار ازاي. فبحيي طبعا جورجيا، لو دخل الثالث هيبقى انجاز، لان اصلا اول مره تخش اليورو. فاذا تخش الدور ال 16 ده برضه انجاز كبير جدا. هتبقى من احسن التوالت بالظبط. لان خلاص التوالت في احنا بياخدوا هم 12 واربعه احسن توالت، خدوا اوريدي سلوفينيا وهولندا وسلوفاكيا. تمام. فاضل الثالث واحد اللي هو رابع واحد في التوالت. تمام. فاذا هيخش غالبا لو فضلت النتيجه كده جورجيا هتخش ثالث. تمام. وطبعا دي تبقى انجاز كبير جدا. طيب رايك بشكل عام عن البطوله؟ بطوله ممتعه، بطوله المنظر حلو. يعني المشهد جميل جدا، الجمهور، الملاعب، التصوير، الاخراج، المشهد مع كل مباراه من اللعيبه بتلعب. احنا شفنا مثلا البانيا لا عمل ماتشات قويه جدا، زي جورجيا، سلوفينيا، سلوفاكيا. شفنا تراجع من ايطاليا، مع مش برضه فرنسا المرشحه برضه فيها، برضه مش فرنسا، بلجيكا مش حلوه. يعني اذا بلجيكا اتكملت لكن اعتقد قدام فرنسا هيبقى صعب تكمل. لكن المشهد حلو، في اثاره، في تكتيك من المدربين، فكر المدربين بتلعب في ارضيه الملعب. المشهد بعد كل مباراه زي ما ذكرت من شويه، كل فريق بيروح يحيي الجمهور حتى لو خسران، يحيي الجمهور. يعني الجمهور بيحييه بشكل فرحانين بالاداء اللي عمله اللعيبه السنه مع بعضيها. بنشوف لا فعلا يورو درس كبير جدا للساده الافاضل عندنا في مصر. والله بجد صحيح. الناس تتعلم ازاي تدار كره القدم. دي بطوله مجمعه، الناس ازاي بتعرف تكسب. المدرجات كلها فول المدرجات كلها فول كاباسيتي. يعني كله كامل العدد. صحيح. وكله بالوان التيشيرتات بتاعه الفريق بتاعه. المنظر حلو جدا. حتى منطقه المشجعين حاجه راقيه جدا. لا المظهر جميل جدا. نتمنى طبعا ان احنا نغير شويه، يبقى عندنا غيره من الناس اللي بنشوفها. وعلى فكره هو مش عيب ان احنا نتعلم من الغير، لان احنا دايما نقول ايه، واحنا اسياد افريقيا واحنا رقم واحد، واحنا على فكره عادي ان احنا ممكن طبعًا. يحصل دروب ونتعلم من خبرات اللي حوالينا. طبعا يعني لازم ناخد حاجه حلوه. ما تعبناش. لا طبعا لازم ناخد حاجه حلوه ونطبقها عشان احنا نستفيد. صحيح. لكن يورو حاجه محترمه جدا. طيب. والادوار اللي جايه هنشوف طبعا دور 16 هيبتدي من يوم السبت. هنلاقي المانيا بقى وتلاقي اسبانيا. نتكلم بقى عن دور 16 وحضرتك تكلمنا عن المنتخبات اللي تاهلت لدور ال 16. والله هو دلوقتي اتاهل لدور 16. يعني المانيا اتاهلت، سويسرا اتاهلت، انجلترا والدنمارك، سلوفينيا، النمسا، فرنسا، هولندا، رومانيا، بلجيكا، سلوفاكيا، البرتغال. وهنشوف بقى لسه ما تخلص النتيجه النهارده تركيا هيخش تشيك ولا جورجيا. ده اللي هيبان. دي لغايه اخر وقت، لان فعلا البرتغال متصدره ب6 نقاط، تركيا في المركز الثاني ب3 نقاط في مجموعتهم طبعا السادسه، التشيك عندها نقطه واحده في المركز الثالث. وجورجيا في المركز الرابع بنقطه. يعني هم يعني الفرق الاهداف، يعني دخل في جورجيا 4 أهداف ودخل في تركيا 3 أهداف بالظبط. طيب يعني دلوقتي لو المباراه خلصت بالتعادل، لا ما من تركيا والتشيك تركيا هتخش. تركيا كده داخله صحيح. هتخش طبعا. بالظبط. لكن التشيك اللي هتخرج بره. هي كده جورجيا فعلا هي خلاص، يعني دايما الماتش ممكن يكون خلص حتى بالظبط. هي عندها 4 نقاط
تمام. وهي حاطه جونها بقى، حاطه 2 هيبقى 4 وعليها 4 هتخش تالت. تمام. يعني عند دور 16 انت عندك يوم السبت هتلاعب سويسرا وايطاليا. تمام. وده الساعه 7. والمانيا والدنمارك، ده ماتش قوي جدا يعني. المانيا بدأت حلو جدا. كسبت اسكتلندا 5-1، المجر 2-0، لكن قدام سويسرا تعثرت، تعادلت بالعافيه، كانت مغلوبه في الدقيقه 92 اتعادلت. تمام. اللي بتقدم ماتش بطوله قويه سويسرا قويه جدا. نفس القصه اسبانيا اللعيبه عندها تلعب بجماعيه، ما عندهاش نجم الواحد. في عندها توريس، في عندها يامال اللي هو 19 سنه، في عندها كارفاخال خبره، في عندها موراتا، في عندها لعيبه عامله بطوله كبيره جدا، وهي الوحيده اللي واخده العلامه الكامله وحاطه 5 اهداف ما دخلش فيها جول. اسبانيا. البرتغال طبعا اتاهلت خلاص، رومانيا اتاهلت، النمسا كمان من الفرق اللي يعني كانت خدت يعني معاها فرنسا وهولندا والنمسا. حضرتك في اي عامه تقولي فرنسا هولندا، لا هي تصدرت المجموعه. هي صدرت المجموعه. فاذا احنا متوقعين دور 16 هيبقى الاثاره هتزيد وهتستكمل الاثاره والمتعه هتزيد طبعا. نشوف اعتقد صعب التوقع مين هيكون بطل السنه دي. صعب لان كله يعني ايطاليا مش قوي، المانيا ماشيه كويس، اسبانيا كويسه، فرنسا ما تعرفيش الادوار الثانيه الوضع هيتغير ازاي. صحيح. كل دور وليه التكتيك بتاعه وفكر المدير الفني بتاعه. المهم ان احنا نستمتع يعني. المهم ان احنا نستمتع بالبطوله دي. استاذ عادل انا بشكرك وجودك معانا النهارده، نورتنا وبشكرك انك كنت معانا. انا سعيد جدا بوجود حضرتك وحشانه جدا كتير جدا. الله يخليك. ودايما منوره ومتالقه. الله يخليك، وحضرتك دايما بتنورنا. شكرا لك. شكرا لك. بشكر طبعا الاستاذ عادل عطيه الناقد الرياضي بجريده الاخبار، وبشكركم مشاهدينا ان شاء الله بكره حلقه جديده في نفس الميعاد وحصاد اليوم.